محافظة إب جثمان الشهيدة عبير الليث التي أصيبت في منتصف شهر رمضان بجروح جراء إطلاق النار على منزل زوجها بسبب خلافات نشبت في القرية. في موكب جنائزي مهيب بشياع جثمان الشهيدة عبير محمد علي ناجي الليث الذي انطلق من عاصمة المحافظة إلى مثواها الأخير في مسقط رأسها بقرية رقاد بمنطقة النقيلين مديرية السياني في محافظة إب. الشهيدة أصيبت برصاصة أودت بحياتها في منتصف رمضان المنصرم أثناء إعدادها لوجبة الإفطار في منزل زوجها، فلقيت ربها صائمة. من خلال قناتكم نطالب الجهات الأمنية والسلطات ونطالب جهة أنصار الله أيضا بإلقاء القبض على بقية الفارين من وجه العدالة، ونطالب أيضا بالإسراع بالقصاص من القتلة الذين ارتكبوا العيب الأسود في قتل زوجتي الشهيدة عبير الليث في منتصف رمضان. الرصاصة التي خطفت روح الشهيدة عبير لم تكن الوحيدة، بل وابل من الرصاص تعرض له منزل زوجها وسيارة والدها. من قبل مجموعة مسلحة تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 2 منهم، فيما لا زال 3 متهمين بقتلها فارين من وجه العدالة كما يقال. اتهم كل من نجيب أمين دماج وابنه خالد نجيب دماج وابن أخيه عبد الرحمن دماج وعبد الله أحمد عبد الله مانع دماج وهشام عبد الملك مانع دماج، وأدعو السلطات العليا للتعاون معنا وتوجيه الجناه إلى السجن. واحنا بنحدد مشكلتنا بالجناه فقط، وكل الناس أصدقائنا وأصحابنا، واحنا كلنا علاقات وأهل وأسرة واحدة بالعزلة كامل. مناشدات أطلقت من هنا عبر قناة الساحات للجهات المختصة ولعقلاء المنطقة وأعيانها ومشايخها مفادها. وعلى أصحابنا وأخواننا المعنيين طبعا بالمنطقة أن يساعدونا في درء ما يمكن درءه من مشاكل. استمرار فرار القتلة يؤدي إلى توسيع الهوى ويؤدي إلى تعميق الجرح، لذلك فنحن نخاطبهم بالأخوة بحق النسب بحق العيش والملح، إنه يكونوا جزء من حل المشكلة ولا يكونوا جزء من المشكلة. نعم، حتى لا تتسع الهوى وتتعقد المشكلة ويزداد عدد الضحايا، وحقنا للدماء وإخمادا للفتنة، يتوجب على العقلاء والمشايخ والوجهاء والأعيان والشخصيات الاعتبارية والاجتماعية في المنطقة التدخل السريع في إخماد الفتنة ومساعدة رجال الأمن في القبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة ليقول القضاء فيهم كلمته. عبد الفتاح المنتصر، قناة الساحات، محافظة إب. اختتمت اليوم بمدينة رداع ورشة العمل التدريبية الخاصة بتعريف المشاركين باتفاقية حقوق